بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، حبيت نعطي في هذا الفيديو توضيح على أفراد القوات المسلحة بما فيها الجيش الوطني الشعبي والدرك والشرطة وأفراد المخابرات. في بعض الفيديوهات توجد أن هناك بعض الأفراد في الخارج من مرتزقة وخونة إلى ما شابه ذلك من العملاء الكلاب الجرذان الذين لهم لا علاقة لهم بهذا البلد. يقول لك أن أفراد الجيش الوطني الشعبي كانوا يقومون بقتل الأبرياء العزل وكذلك أفراد المخابرات والأمن والشرطة وما شابه ذلك والدرك الوطني وأفراد الحرس البلدي، فإن هذا الكلام لا أساسه من الصحة. فنحن عملنا في الميدان ما يفوق 14 أو 17 سنة ولم نلاحظ هذه التجاوزات، إلا أن هناك بعض الأبواق من الخارج يقومون دائما بالسب والشتم إلى آخره. والسلام.